المشمهندس خالد طارق، وده موضوع جديد يهم. النهارده هنتكلم عن موضوع بيهم كل اصحاب العربيات، التجار، المراكز اللي مش مهندسين. الفرق بين الزيوت المعدنيه التخليقيه بالكامل والزيوت الشبه تخليقيه او بتكنولوجيا التخليقي الهيدروكراكين، وهنشرح كمان عمليه الهيدروكراكين عشان نفهم ازاي بيتم تحسين الزيوت والتلاعب بالاسماء عشان ابيع زيت تكلفته رخيصه انه غالي. نبدا بالزيوت المعدنيه، وهي الاساس اللي كان معتمد عليه تصنيع زيوت السيارات زمان. الزيوت دي بتستخرج من البترول مباشرة وبيتم تكريرها وتصفيتها عشان تبقى مناسبة للمحركات، بس قابلتهم شوية مشاكل انها بتحتوي على شوائب ياما بتحتاج ان هي تتغير بسرعة علشان هي بتفقد خواصها بشكل اسرع، زي زيوت ال 3000 وال 5000، وده بيأثر على المحرك خاصة في الظروف الصعبة. طب والزيوت التخليقية بالكامل يا مش مهندس، هي مصنعة من مركبات كيميائية نقية مصنعة بالكامل في المعامل، مش من مشتقات بترول زي المعدنية. الزيوت دي بتوفر حماية أعلى للمحرك، تدي أداء أعلى حتى في الظروف القاسية زي الحرارة الشديدة والانطلاق السريع، وده بيخليها تحافظ على خواصها لوقت أطول. عشان كده احنا بنسميها زيوت 10000 15000 عمر أطول. الزيوت أصلا العربيات ما بتتكتبش عليها، بتمشي كمان. الميزة الأساسية في الزيوت التخليقية بالكامل هي ثبات اللزوجة، عند درجات الحرارة المختلفة، وده بيحسن كفاءة المحرك وبيقلل استهلاك البنزين. هنا بقى يجي دور زيوت تكنولوجيا التخليق أو زيوت الهيدروكراكين، أو زي ما بيقول عليها صاحبك الألماني زينتيتشيتيكنولوجي. الألماني بتاعي مش زي الألماني ضعيف شوية، هبقى أحسن الألماني الفترة الجاية. المهم الشركات بتسوقها تحت مسميات تكنولوجيا التخليق أو الساينساتيك تكنولوجي، لكنها في الحقيقة زيوت معدنية محسنة. التقنية المستخدمة هنا هي الهيدرو كراك، ودي بتحسن من جودة الزيت المعدني، لكنه برضو ما بقاش تخليقي بالكامل. عملية الهيدروكراكين بتتم من خلال استخدام الهيدروجين لكسر الجزيئات الثقيلة في الزيت المعدني وإعادة ترتيبها لتحسين جودته لتحسين خواصه، وده بيخلي الزيت يقرب جدا من الزيوت التخليقيه، لكنه طبعا مش بنفس الكفاءه. طب الهدف من العمليه ايه؟ هو تحسين اللزوجه وتقليل الشوائب، وده بيقلل معاهم التكلفه طبعا، وده المطلوب. علشان اقلل التكلفه عليا كمصنع فقلل التكلفه انت عليك كمستهلك، وخلي بالك من حته تقلل التكلفه للمستهلك. عمليه الهيدروكراكين بتحسن من استقرار الزيت عند درجات الحراره العاليه، بس برضه مش بنفس جودة الزيوت التخليقية بالكامل اللي بتتفوق عليها تحت كل الزيوت. لو جينا نقارن بين الأنواع الثلاثة، الزيوت المعدنية هي أرخص، تحتاج تغيير أسهل، فيها شوائب أكتر. زيوت ال HC الهيدروكراكي أو تكنولوجيا التخليقي هي محسنة بس مش تخليقي بالكامل وأرخص. هيدروكراكي أرخص. أما الزيوت التخليقية بالكامل هي غالية شوية بس بتديك أفضل أداء، أفضل تسارع، أفضل حماية للمحرك. نصيحتي ليكم سواء كنتم أصحاب عربيات، تجار، مش مهندسين، ما تخلوش التسويق كويس يخدعكم قوي. امسك عبوة الزيت، اقرا اللي عليها كويس، اختار لعربيتك محتاجاه متطابق مع مواصفات الكتالوج بتاعك، تأكد من النوع والجودة. مش أي براند اقبل بيه، مش أي براند مشهور هو الأفضل. ملخص الموضوع، اختار الزيت المناسب ليك ولعربيتك، وأكتر واحد هيكون عارف متطلبات عربيتك صنعها. فأستأذنك راجع كتالوج عربيتك عشان اعرف عربيتك محتاجه ايه بالظبط. اتمنى الفيديو البسيط ده يكون وضح الفرق بين الانواع الثلاثه وعمليات التلاعب اللي بتحصل من بعض الوكلاء والشركات ان هي تستخف بعقول الناس. ولو عندك اي اسئله او تجارب ما تنساش تكتبها لنا تحت في الكومنتات، واستنيك في فيديوهات جايه. سلام.